في زمن أصبحت الرجولة منعدمة والأنفة عملة نادرة، وأن تكون جزائري ليس بالأمر الهين. الأستاذ حفيظ دراجي الإعلامي والمعلق المتألق عربيا وحتى عالميا يدلي بدلوه في قضية حكيم زياش الذي تلقى تهديدا مباشرا من قبل اليميني الصهيوني بن خفير، الذي لم ترق له وقفة هذا اللاعب مع الأسرى الفلسطينيين بعد تمرير الكنيست لقانون يقضي بإعدام هؤلاء. الأستاذ حفيظ دراجي غرد قائلا: الذي يتوعد حكيم زياش يتوعدنا، كلنا زياش. في الوقت الذي حفيظ دراجي يعلن موقفه وتضامنه مع حكيم زياش، أبناء عمومة وجلدة هذا اللاعب لم نسمع لهم لا همس ولا لمس ولا حس ولا مس. اعمل نفسك ميت. طبعا أقصد ممن يتصدرون المشهد الإعلامي. والبعض الآخر يتساءل يقول أن جنسية هذه اللاعب هي أكثر وأكبر جنسية تقوم بسب هذا الشخص في عرضه وشرفه. ما السبب الذي يدعو إلى وقوف هذا الأخير مع حكيم زياش؟ ببساطة ما دفع بالأستاذ حفيظ دراجي للوقوف مع هذا اللاعب هو ما يدفعنا كلنا، هي المواقف والمبادئ والرجولة والأنفة. الحدود تفصل ما بين الأشخاص، ولكن لا تفصل ما بين المواقف والمبادئ. حكيم زياش وجدنا فيه نحن كجزائريين الأشياء التي نتشاركها فيما بيننا. ذلك الوقوف مع هذا اللاعب أو سبب الوقوف مع هذا اللاعب هو القاسم المشترك الذي يجمعنا نحن كجزائريين والذي يتوفر في هذا اللاعب، في حين أنه مع الأسف الشديد ينعدم لدى الكثيرين ممن يتصدرون المشهد سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلامي في مملكة مراكش. تحياتي.